مساء الخير يا جماعة، الأخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. شهر 11 و12 بيبقوا شهور كده تخليكي تعيدي كل حساباتك، تخليكي تقلبي كل الحاجات في دماغك من تاني، وده اكشلي اللي حاصل معايا من بداية شهر 11 لحد دلوقتي. ربنا عمال يبعتلي في رسايل وفي إلهامات وفي ناس زي مرشدين. كل ما بسأل سؤال في دماغي بلاقي ربنا بيجاوب لي عليه، بيبعت لي إشارة معينة، فيديو يجي قدامي صدفة أشوفه، حد معين ما كنتش أعرفه ولا بسمع عنه وأعرفه وأسمع له. فطلع النهاردة أقول لكم 3 من الناس اللي ربنا بعتهم ليا دول في الفترة الأخيرة غيروا تفكيري في الشهرين دول بمقدار مثلا النضج والتطور اللي انا عشته في سنتين فاتوا. مثلا نضج تفكيري وتطور نظرتي للامور في السنتين اللي فاتوا يوازي بالظبط المعلومات وطريقة التفكير والمايند سيت اللي اتغيرت واتطورت عندي في الشهرين اللي فاتوا دول. بس الفضل طبعا كان لربنا اول حاجة، ان هو كان حاسس بيا، كان معايا، وكان عارف بالظبط انا محتاجة اسمع ايه، وعارف بالظبط ان انا محتاجة اشوف ايه، فبعت لي الناس دي. ثم بعد كده للناس دي بقى نفسها، لما قعدت اسمع بقى البودكاست واشوف الفيديوهات واعرف اكتر عن اللي هما بيقولوه. واول حد اثر تأثير غير عادي، ومش بس تأثير، انا خلاص اتخذتها قدوة، دي الايكون بتاعتي اللي انا ماشية في طريقها، اللي انا احب ابقى زيها ان شاء الله في المستقبل. اول واحدة واول شخصية ممكن تبقى معروفة لناس كتيرة هي سارة المدني. الست دي يا جماعة، الست دي مش عارفة اقول لكم بصراحة، يعني مش عارفة اعبر لكم عن التغييرات اللي غيرتها جوايا، بس هي كل كلمة بتطلع من بقها بتخش كده على طول للقلب والعقل. كل كلمة بتأثر فيكي تأثير عميق، يعني كل كلمة بتقولها تعتبر كوت ينفع تتحط في كتب. مؤثرة جدا، ملهمة جدا، اوثنتك قوي قوي، يعني حقيقية على طبيعتها. دي حاجة لوحدها ملهمة أصلا. سارة المدني بصراحة كانت ليها دور كبير قوي، ودي من أوائل الناس أو أوائل الرسائل اللي ربنا بعتها لي، إن هو out of nowhere أنا قاعدة عادي بتفرج لقيت فيديو ليها سارة المدني على بودكاست اسمه دريم جيرل تقريبا. بس من بعدها بقى وانا خلاص بقيت بيج فان لسارة المدني، تابعتها على انستجرام ويوتيوب وكل الاماكن، وهي ليها سبيتشز كتيره جدا في تيدكس، وليها وطالعه بودكاستس كتيره جدا، وبصراحه تستاهل، تستاهل انجازاتها. ست ناجحه جدا على الصعيد العملي، ست ناجحه جدا، ناضجه جدا نفسيا وعاطفيا وفكريا وكل حاجه كل حاجه. سنجل مام وعندها 9 بيزنس بتشغلهم لوحدها، فهي يعني تستحق ان هي تسمع لها. تاني حد هو موتيفيشنال سبيكر مشهور من ايام السبعينات، بس انا ما كنتش اعرف عنه برضو، اسمه جون رون. وبرضو بالصدفة البحتة شفت له سبيتش زي سيشن كده، او يعني طالع يتكلم مع ناس، والتصوير قديم جدا من السبعينات، يعني ابيض واسود، مش ابيض واسود، كان ملون بس قديم يعني، وكان لسه كان بيستخدم سبورة بالطباشير والكلام ده، فالموضوع من زمان. بس الراجل ده لقيته بيقول كلام، الكلام ده سابق لعصره واوانه بسنين وسنين. يعني الكلام اللي بيقوله في السبعينات، كان مش فاكره كانت سنه كام و70 تاريخ الفيديو، بس قال كلام فيه هو حاصل دلوقتي واحنا محتاجينه دلوقتي. يعني الكلام ماشي مع الزمن، ابديتد، ماشي مع كل الازمان. وسرشت طبعا عنه، اكتشفت ان هو ليه كتب كتير، منهم كتاب Four Seasons of Life، وهو اتكلم عن الفكره دي فيديوهات. والمهم ان انا قعدت اشوف له الفيديو كان 2.5 ساعات، انا قعدت 2.5 ساعات اتفرج عليه وما زهقتش. كلامه ما بيزهقش، يدخل هنا بيغير كده حاجات في مفكات كده، بتغير في التروس بتاعت مخك، بدل ما بتشتغل بطريقه معينه بتشتغل بطريقه تانية، وحياة ربنا. فشفت له محاضرة من محاضراته اللي هي 2.5 ساعات، دي كانت أول محاضرة أشوفها له، وشفت له محاضرة تانية 4 ساعات. أنا شفت ال4 ساعات كاملة كاملين، وحياة ربنا ما فصلتش، يعني كنت باخد بريكس وارجع اكمل تاني، بس اللي هو انا عايزه اكمل، عايزه اشوف كل كلمه برضو بيقولها. يعني رهيب رهيب بصراحه. ده كان تاني حد. تالت حد وهي برضو مشهور قوي وانا مش عارفه انا اكتشفت ان انا كنت جاهله جدا يا جماعه والله. ميل روبنز، بودكاست ميل روبنز. اعتقد ان ميل روبنز ممكن يبقى كتير منكم عارفها. الست دي بتحسوها كده زي مامتكم، يعني اللي هو بتيجي تديكي قلمين على وشك، فوقي انت المفروض تعملي كذا 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 كذا، فوقي انت غلطانه في كذا كذا. بتغير لك برضو تفكيرك، بتفوقك، كانها يعني هي بتنصحك نصايحها بصراحه قيمة جدا. بتنصحك كأنك بنتها، بتنصحك كأنك أختها، يعني برضو اوثنتك جدا.
نصايحها عميقة قوي قوي، مش نصيحة والسلام، مش كلام اللي هو كلام الكتب وكلام البودكاست بقى المثالي المترتب ده. هي بتطلع، اعتقد انها مش بتكتب سكريبت حتى، هي بتطلع من قلبها، بتتكلم في الموضوع، بتخلصي البودكاست بتبقي طالعة بفايدة، بحاجة انت ناوية تطبقيها في حياتك. خلاص بتبقي طالعة بحاجة براكتيكال عملية هتغيريها او هتطبقيها في حياتك. دي ميزه البودكاست بتاعها بصراحه، ان هي اوثنتيك، ان هي نصايح من القلب، وان هي براكتيكال، يعني بتمسك الموضوع. واحلى حاجه كمان هي بتطبق الموضوع على نفسها. كل المواضيع اللي بتتكلم فيها هي بتطلع تشرحها على نفسها. هي المشاكل دي معظمها كانت هي بتعاني منها، فهي ما بتطلعش تتكلم عن حاجه غير لما تكون هي اصلا مجرباها او هي مرت بيها. وبرده ليها كتب. اكتشفت ان كتاب اللي هو قاعده الخمس ثواني، هي صاحبه الفكره دي او صاحبه الكتاب ده. قاعده الخمس ثواني اللي ما يعرفهاش، اللي هو حاجه يعني ميثود مهمه في البرودكتيفيتي او في الانجاز، اللي هو انت عشان تقطعي التفكير والتسويف بتعدي من 5 ل1 وبتقومي تعملي حاجه من غير تفكير. البودكاست بتاعها مش من زمان قوي، وهي تقريبا بتعمل 2 أو 3 في الاسبوع، يعني هي على طول في جديد. فيا جماعه ال3 دول، طبعا دول مش كل الناس اللي ممكن تسمعيهم، في ناس كتيره جدا. الفكره ان انتوا تسالوا يا رب انا محتاجه ايه الفتره دي، يا رب انا نفسي اعمل كذا كذا، ابدا منين، يا رب ساعدني، يا رب الهمني. اطلبوا من ربنا وربنا هيديكم الاجابه على طول. هيبعت لكم بقى ناس زي دول او ناس احسن او ناس، يعني هيبعت لكم اللي انتم محتاجينه اكزاكتلي بالظبط. ما تبطلوش تسالوا ربنا، ما تبطلوش تدعوا، وتابعوا الناس دي عشان الناس دي هتفتح لكم حاجات في دماغكم يعني جباره بصراحه. بس كده كان فيديو بسيط طلعت ادردش فيه معاكم بالبيجامه عادي. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم باذن الله بقى. الفيديو الجديد هيكون في السنه الجديده ان شاء الله. استنوا عشان انا ناويه لكم على نيه بصراحه، ناويه لكم على مفاجآت حلوه كتير وفيديوهات قويه باذن الله. انا عارفه ان انا كنت شويه مش اكتف الفتره اللي فاتت، بس باذن الله يعني كنت بس كده ايه، اتقلوا بس عليا. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.